انت دلوقتي ايدك فين؟ لو ايدك على صدرك ففي حاجة مضايقاك وانت مش واخد بالك. اشارات تانية الدراعين من اكتر الاشارات اللي الناس بتعملها وما بتلاحظهاش. النهاردة هتعرف معناها وهتبدأ تشوفها في كل حتة. يلا نبدأ. لما كنا صغيرين كنا بنجري نستخبى ورا اي حاجة، كراسي، ترابيزات، ستاير، كنب، اي حاجة. بس لما كبرنا شوية انك تستخبى ورا حاجة بقى شيء مش مقبول شوية. فبقينا نعمل ايه؟ بقينا نحط ايدينا قدام صدرنا. ولما كبرنا شوية اتعلمنا نخلي الوضع ده اقل وضوح، فبقينا نرخي دراعنا شوية، وكمان بقينا نحط رجل على رجل. فالحركة دي او الاشارة دي مش عادة احنا اتعلمناها، دي غريزة فطرية. فالجسم بيتني دراعه قدام صدره عشان يحمي القلب والرئتين، بالظبط زي درع بيشتغل اوتوماتيك لما نحس بأي تهديد. ومن الناحية العلمية ففي بحث اتعمل على إشارات تانية الدراعين في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إن هم جابوا سلسلة من المتطوعين وقالوا لهم يحضروا مجموعة من المحاضرات. بس المتطوعين دول اتقسموهم نصين. النص الأولاني خلوه أو طلبوا منه يحضر المحاضرات وهو في وضع من استرخاء قاعد مرتاح يعني، والنوع التاني أو النص التاني طلبوا منه إن هو يحضر المحاضرات وهو تاني دراعه. واتعمل امتحان في نهاية المحاضرات دي، وكانت النتيجة إن الناس اللي كانت بتتني دراعها افتكرت 38% أقل من الناس اللي كانت قاعدة في وضع مريح. بل بالعكس كمان، إن الناس اللي كانت قاعدة في وضع استرخاء كانت بتتناقش مع المحاضرين في المادة العلمية. وده معناه إن تنيك لدراعك مش بس بيقلل مصداقيتك، ولكنه كمان بيقلل قدرتك على الاستيعاب. بس انا شايفك دلوقتي بتقول لي انا متعود اعمل كده ومرتاح في الوضع ده لان اتعودت اعمل كده من زمان. هقول لك معاك حق، انت صح. بس خد بالك في حاجه مهمه لازم تعرفها، ان اشاره تاني الدراعين او انك تتني دراعك، الوضع ده بيكون مريح بالنسبه لك في حاله ان احساسك الداخلي بيكون متجاوب مع الشعور اللي انت حاسه. يعني ايه؟ يعني انت لو حاسس بموقف دفاعي او سلبي، فتنيك لدراعك هيخليك حاسس ان انت مرتاح في الوضع ده. بس جرب كده تقعد مع اصحابك وجرب تتني دراعك، هتحس ان الحركه دي مش في مكانها. وكمان برضو خد بالك من حاجه مهمه، حتى لو الحركه دي مريحاك او انت مرتاح في تاني دراعيك، بس الناس اللي قدامك هتشوفك مش قريب منهم. وفي فرق طبعا ما بين تاني الدراعين عند الراجل وتاني الدراعين عند الست. فالراجل بيتني دراعه لجوه، اما الست بتتني دراعها لبره. يعني الراجل بيتني دراعه بالمنظر ده كده، فدراعه بتلف لجوه. اما البنت فبتتني دراعها لبره بالمنظر ده. وده اللي بيزود المسافه، بيديها مسافه اكبر، وده اللي بيخليها تقدر انها تشيل الاطفال الصغيرين. دلوقتي بعد ما عرفت ليه بنتني دراعنا وعرفنا ايه اللي بيحصل في دماغنا لما بنعمل كده، بس في 4 أوضاع مختلفة لتاني الدراعين، وكل وضع فيهم بيقول حاجة تانية خالص. في الحلقة الجاية هتعرف ازاي تقرأ كل وضع، ومش بس كده هتعرف كمان ازاي تكسره. ولو عجبك المحتوى متنساش تشترك في القناة. أنا أمير، شكرا إنك وصلت للآخر. سلام.